نيجي بقى لكابتن ياسر إبراهيم اللي بيقدّم أداء ومستوى من أسوأ المستويات اللي شُفتها لياسر الفترات الأخيرة، حرفيًا الراجل الأفريقي بتاع الترجي ده كان واكل على قفاه عيش وحلاوة زي الكرة اللي قدّامك دي مثلًا. طبعًا فرق السرعة قدّامك واضح مش محتاج أتكلّم عليه، وإنما بقى بالنسبة للتمركز طبعًا ياسر إبراهيم في قصة التمركز دي من زمان حدث ولا حرج، فطبعًا ما فيش أي تمركز يعوّض فارق السرعة بين الاتنين، غير إن المفروض في كورة زي دي هو ياخد المهاجم ويخرج بيه برّه منطقة الجزاء، مش المهاجم اللي ياخده ويروح بيه منطقة الجزاء، وكمان ياسر إبراهيم بيتشعبط حرفيًا فيه زي كده بالضبط، امسكوا الحصان، امسكوا الحصان. ودي كورة تانية من ياسر إبراهيم برضه، أي مدافع في كورة زي دي لو واثق في إمكانياته أوي هيرجعها للجول بتاعه بدماغه وخلاص، مش واثق في إمكانياته شوية هيطلّع الكورة out عشان يبقى أقل خساير وبرضه خلاص، ولكن ياسر إبراهيم هيلعب الكورة دي لورا ناحية الكورنر، بيدّي كورنر كده ببلاش للترجي. كورة تالتة في الشوط الأول وبرضه أي خطورة على مرمى الأهلي كان بيبقى سبب رئيسي فيها ياسر إبراهيم، اللي المفروض يروح يقفل هنا على المهاجم ويغطي المساحات ويغطي فارق السرعة بإنه متمركز صح، ولكن للأسف برضه المهاجم بيسبقه، وللأسف برضه المهاجم بيسبقه حتى في لمس الكورة عشان مصطفى شوبير يتألق ويمنع هدف خطير على النادي الأهلي. ياسر هنا بقى في الكورة دي ابتدى يفتكر إنه لازم فعلًا ياخد المهاجم ويخرج بيه برّه منطقة الجزاء وبرّه الأماكن الخطيرة، ولكن المهاجم هنا كان أقوى منه وبرضه قدر ياخد الكورة ويقطعها ويروح بكورة خطيرة، لولا تألق هنا هادي اللي قدر يغطي المساحة دي كان هيبقى برضه هجمة خطيرة على النادي الأهلي، والحمد لله عدت على خير. وعلى فكرة ياسر إبراهيم مش بيقدم الأداء الوحش ده من الماتش ده بس، لأ تعالَ أوريك الماتشين اللي في الدوري اللي قبل كده عمل إيه. مثلًا هنا هاوريك في ماتش الجيش الهدف اللي خسرنا بيه تمركز وتباطؤ ياسر إبراهيم كان عامل إزاي. وياسر إبراهيم هنا مرحّل ناحية الشمال، فالعرضية بتتلعب والراجل هيزحلقها للجناح اللي جاي من بعيد ده، فإيه اللي هيحصل بقى؟ المفروض هنا ياسر بقى يجري يضغط ويغطي المساحة الفاضية دي كلها اللي هييجي فيها الجناح التاني اللي هيسجل هدف. شايف بقى ياسر وديانج هنا بيتمشوا بمنتهى الأريحية، الاتنين مش في دماغهم، أصل كابتن ياسر زعلان ومش عايز يروح للجمهور المباراة اللي فاتت ولا المباراة اللي قبل اللي فاتت عشان هو لعيب كبير بياخد ملايين، ومش من حق الجمهور ان هو يزعل عشان الاداء والنتيجه السيئه. ما علينا، الكرة كملت، تخيل كل ده الكرة كملت اهي، والمهاجم بتاع طلائع الجيش هيروح ياخد الكرة ويكمل اللعبة. تخيل ان كل ده ياسر ابراهيم لسه ما ظهرش في الكرة، تخيل ان كل ده ياسر ابراهيم والي ديانج الاثنين لسه بيتمشوا لحد ما الكرة هتروح للجناح الثاني بتاع طلائع الجيش عشان يحط الكرة. ابتدت اللعنة بقى بتاعت الأداء السيء دي مع ياسر إبراهيم من إمتى؟ ابتدت من اللقطة اللي قدامك دي، ابتدت لما ياسر إبراهيم رفض تحية جمهور النادي الأهلي عشان الجمهور متضايق من الأداء السيء اللي بيقدمه الفريق سواء في الدوري أو في كل مبارياته الأخيرة. فكابتن ياسر ابراهيم ما رضيش يروح يحيي الجمهور رغم انه كان زي الزفت في الملعب، وقال لك لا مش هروح احيي الجمهور، يلا يا رجاله. عامل زي طاهر قبل كده الموسم اللي فات لما طلعت انتقدته برده والناس قعدت تهاجمني تقول لي عادي يا عم ولعيب متضايق وبتاع، مع ان مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حد اكبر من الجمهور ده اللي بيدفع من جيبه عشان النادي الاهلي، مش اللي بياخد من النادي الاهلي. فزعلان انه بيتشتم عشان هو وحش رغم ان ده شغله، ورغم دي ان المهام بتاعته اللي المفروض يعملها على اكمل وجه وهو مقصر فيها. ومن ساعتها اللعنه اصابت ياسر ابراهيم. كان في ماتش مقاولين العرب زي الزفت، كان في ماتش اللي بعده بتاع الجيش زي الزفت وتسبب في هدف، وكان في ماتش بتاع امبارح بتاع الترجي زي الزفت برضه. هل ياسر ابراهيم هيقدر يرجع تاني ولا هترجع ريما لعادتها القديمه وهيرجع ياسر ابراهيم بتاع زمان، بتاع التمركز السيء والسرعات القليله والارهاق البدني اللي ابتدى يبقى واضح عليه؟ اتمنى ان ياسر يراجع حساباته الفتره اللي جايه ويعرف ان جمهور الاهلي مفيش اغلى منه، وجمهور الاهلي حتى لو شتمك لازم تروح تحييه عشان الجمهور ده بيشيل كتير وبيعمل كتير عشان النادي الاهلي من غير ما ياخد اي حاجه من النادي الاهلي زيك انت وزمايلك يا ياسر. سلام.